خلينا متفقين إن مش الظروف اللي بتأثر علينا وتسبب لنا أزمات نفسية، سواء غياب أب، غياب أم، انفصال أهل، فقد عزيز، أو أي ظروف صعبة بنتعرض لها وإحنا صغيرين. اللي بيأثر فينا نفسيا حاجتين: ترجمتنا للأحداث، والتكوين النفسي أو المناعة النفسية اللي بنتخلق بيها. فالبنت اللي ترجمت غياب الأب على إني مش غالية ومش مهمة والناس الغالية هتسيبني وتمشي، طبعا ده هيترجم في تصرفاتها واختياراتها لما تكبر. والبنت اللي هتترجم غياب الأب إن ده آخر الدنيا وإن المشاعر دي عمرها ما هتتعوض عندي من حد تاني، أي حد هيعبر لها عن المشاعر دي هتتعلق بيه بسرعة، وممكن ترتبط بحد أكبر منها في السن عشان تشوف الفاذر فيجر. ولكن البنت اللي ترجمت غياب الأب ترجمة صحية، إنه الحياة جزء منها الفقد، وإنه المشاعر دي رزق من ربنا وممكن تتعوض من خلال ناس تانية أو أحداث تانية، بتطلع متزنة جدا واختياراتها متزنة وقناعاتها متزنة. احنا واحنا صغيرين بنبقى لسه ما عندناش وعي وعضلاتنا العقلية ضعيفة جدا ان احنا نقدر نترجم احداث كبيرة، لدرجة ان الاطفال بيفتكروا ان الذنب ذنبهم لما يحصل انفصال بين الاهل. وعشان كده انا دايما بقول ان دور الاهل محوري جدا 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 مع الاطفال في ترجمة الاحداث، وان احنا نفهمهم ونكلمهم صح، وما نسقطش عليهم اي غضب او اي حزن عندنا احنا لو الاب ده غاب عني بطريقه وجعتني، لان ده هيكون عند ولادي قناعات تاذيهم العمر كله. الحاجه التانيه وهي التكوين النفسي او المناعه النفسيه، دي مش حاجه في ايدينا قوي، لان دي بتبقى خلقه. في ناس مناعتها النفسيه هشه عن ناس تانيه، وده بيخلي استقبالهم للاحداث والاوجاع مختلف طبعا تماما. فيا اما ببقى عارف ان انا مناعتي النفسيه ضعيفه فالحدث هيكبر عندي، يا اما من رحمه ربنا زي ما بنشتغل على المناعه الجسديه بنقدر برضو نشتغل على المناعة النفسية ونقويها لو حبينا ان احنا نعمل التغيير ده. كان ستيفن كوفي اتكلم في المعنى ده وقال ان الحدث 10% بس من التأثير علينا، ولكن 90% هو ترجمتنا للأحداث.